بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هننفذ مع بعض الشنطة دي او البورتفيه ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. استخدم خيط سلسلة او حتى خيش او سلسلة زي ما هنعمل، وممكن مكرمية مصري برضو. طيب بالنسبة للألوان الفسفورية اللي على الشنطة هنستخدم الألوان اللي هي السلسلة اللي هي المط دي. الفسفورية دي طالعة برضو ترندي جدا. غير ان احنا هنستخدم الخيط، هستخدم الأدوات بتاعتي. هستخدم الفريم مقاس 20 سنتي، بيبقى طوله 20 و15 عرض. وهستخدم الولاعة وإبرة رقم 3.5 مع فتلة الخيط دي. هستخدم عشان العين أي بواقي خيوط عندي من نفس درجات اللي هي العين، اللي هي الاسود واللبني ده والابيض، وبعد كده اللون الاخير ده بيبقى من نفس اللون اللي هنحطه على الفريم. تمام كده هنبدا. الفريم عندي مقاسه هنا العرض 15 في مقاس 20 سنتي. احنا في الطبيعي لما بنيجي نعمل شنطه بالفريم بنعمل القاعده سواء بيضاوي او مستطيله او اي قاعده بترتاحوا فيها، بنعمل القاعده مقاس الفريم في عرضه نفس المقاس ده. ولكن هنا انا عايزه ايه؟ انا مش عايزه الشنطه، انا عايزه شنطه تبقى عريضه وفي نفس الوقت يبقى مقاسها مظبوط لما احط الفريم عليها. فانا هعمل ايه؟ انا في البدايه مش هعمل سلسله البدايه مش بطول الفريم، انا بشتغل سلسله بالعرض رايح جاي لغايه ما اوصل للطول. انا هنا مش هشتغل مقاس اللي هو العرض بتاع الفريم اللي هو 15 سم، لا ده مش هشتغله. انا هشتغل مقاس اقل بحيث ان انا لما اجي اطلع بجسم الشنطه واقفل القاعده بتاعتي. المفروض ان انا هنا لما برتفع اول سطر حشو بشتغل بفضل ارتفع سطور حشو، بيبقى فيه هنا سطر مشرشر كده وفيه هنا سطر حشو بعمله برضو وانا بلف كده. يعني انا بخلص هنا عند اخر سطر مثلا وصلت للطول، فبلف كده اشتغل حشو على الجنب ده، وبعدين ارجع الف حشو على الجنب ده، وبعدين ارجع الف حشو على الجنب ده. انا بقى عايزه لما اوصل للمقاس ده والطول ده يبقى انا عملت 13 سنتي بس من عرض الفريم. عرض الفريم 15، انا عايزه اوصل بس ل 13 سم. طيب هو انا عايزه لما اجي اقفل فوق احط الفريم على الشنطه يقفل. هي شنطه عرضها 15، طب انا ازاي هعمل على 13؟ هشتغل على 13 سم، ولما ارتفع بجسم القاعده هيوصل معايا ل 15 سم. فهلاقي فوق ان لما احط الفريم هيكون جسم الشنطه نفسه هو عرض 15 سم مع الارتفاع. انا برتفع لطول الشنطه 17 سم. تمام. طيب طول الفريم عندي المفروض ان هو 20 سنتي، انا بعمل الطول اطول 2 او 3 سنتي من الطول الاساسي بتاع الفريم اللي هو ايه. انا هنا 20، فانا عايزه طول القاعده 23. هعمل ايه؟ هخلي القاعده عندي طولها 23 سنتي. يبقى انا كده هخلي القاعده لغايه ما اقفل الجناب بتاعتها 13 سنتي في طول 23 سنتي لفريم 20 سنتي. طب لو الفريم 25 هخلي برضو سلسلة البداية اقل من عرض الفريم في ال 25 15 هي نفس المقاس اللي هنا، ولكن انا هرتفع. المفروض ان طول الفريم بيبقى 25 سنتي. طول القاعدة اللي هعملها هو العرض واحد. بالنسبة لل20 سنتي العرض واحد، هخليها برضو 13 سنتي نفس الفكرة. وهخلي الطول بتاعي مش 25 سنتي، هخليها مثلا وليكن 27 سنتي او 28 سنتي لطول القاعدة. فكده هيدي معايا طول القاعدة وشكل اعرض بمقاس 20. هعمل المفروض العرض 15 في 20. هبدأ الاول بسلسلة طولها 10 سنتي عشان لما ارتفع سطور الحشو اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي في الجناب هنا وهنا عايزاهم يقفلوا على 13 سم. يعني عايزه القاعده بتاعتي تقفل على عرض 13 سم. فانا بعمل حساب سطر الحشو اللي بيبقى من هنا على الخيط المشرشر، وسطر الحشو اللي بيبقى من هنا، يبقى من هنا لهنا يبقى ده طوله 13 سم. وابدا بقى ارتفع لجسم الشنطه. كل ده هنشوفه برضو واحنا ايه هنشتغل ان شاء الله. سلاسل ايا كان عدد السلاسل اللي هيطلع معاكم، هعمل عدد سلاسل بطول 10 سم. سلاسل عشان تعمل معايا 10 سم بالفتله اللي معايا دي والابره اللي معايا عاملين 12 سلسله. مقاس عندي هيكون 10 سم اهو. سمك الخيط هيختلف معاكم في بدايه عدد السلاسل. هبدا ارتفع غرزه سلسله ارتفاع لغرزه الحشو، وهنبدا ندخل في اول غرزه من ال 12
او في اخر غرزة وقفت عندها واعمل غرز حشو كده. رقم 12 ارتفع سلسلة والف الخيط، وفوق كل غرزة من ال 12 بشتغل تحت طرف السلسلة كده غرزة حشو، فوق كل غرزة بشتغل غرزة حشو كده، واتأكد ان هما ال 12 سلسلة بتوعي غرزة سلسلة، والف كده واسيب غرزة السلسلة ارتفاع وادخل في اللي بعدها، وافضل كده ارتفع لغاية ما اوصل لطول قبل ال 23 سنتي بسطر حشو. لان انا لما اخلص هنا هبدأ الف كده اخد غرز حشو على الجنب ده، وابدأ تاني عشان اروح للجنب ده اشتغل هنا غرزة حشو برضو فوق كل غرزة، وارجع تاني اشتغل هنا على السطر المشرشر ده حشو، واقفل في البداية هنا. ففي سطر عندي غرزة حشو هيبقى من ضمن ال 23 تقريبا كده، هطلع 22 سنتي، والسطر الاخير اللي هو هيكمل ال 23 هيكون 1 سنتي، 22 سنتي. فالسطر اللي هعمله هنا حشو هيكمل معايا 23 المطلوب كده. هيعمل برضو مقاس القاعدة بتاعتي اللي هو عرضها هيكون 13، اللي انا قلت لكم هنوقف عند 13 سنتي. خلاص انا خلصت ده السطر الاخير. المكان اللي انا واقفة فيه هشتغل فيه غرزة حشو كمان، هلف كده قصاد كل سطر من اللي انا اشتغلتهم دول هشتغل غرزة حشو. غرزة وقفت عندها بشتغل معاها في نفس المكان غرزة حشو. الغرزة اللي جنبها على طول هلاقي هنا في فتلة اهي بشتغل فيها غرزة حشو. في هنا زي طرف سلسلة كده او زي فتلتين جنب بعض كده قصاد السطر بشتغل غرزة حشو. يعني السطر اللي هو المجوز ده اللي هو باين عندي مجموعات ده بشتغل هنا 2 حشو جنب بعض، واحدة وواحدة، وهنا واحدة وواحدة، وهنا واحدة وواحدة، وهكذا اهو. قصاد كل غرزة من ال 28 هعمل غرزة حشو كده. قربت اوصل ل اخر اخر غرز يعني. بصوا بقى انا عايزة ايه. انا عايزة، احنا هنا عملنا تزايد مع اخر غرزة في ال 12 دول، عملنا معاها في نفس المكان تزايد. انا عايزة اسيب اول غرزة اللي هي بتاعت السطر الاساسي نفسه واعد من تاني غرزة. عايزه اعد كام غرزه؟ عايزه اعد 28 اللي هم عدد السطور اللي انا ارتفعتها. هعد 1 2 23 27 وادي رقم 28. طيب في سطر حشو انا هرتفعه هنا وانا بلف عشان اكمل ال 23. فانا هعمل ادي كده 28، في سطر حشو كمان يبقى فيه غرزه ناقصه اللي هي رقم 29. طب رقم 29 اللي انا هقف عندها هحط معاها غرزة في نفس المكان زي ما عملنا هنا في البداية، هنعمل هنا في النهاية في كل زاوية هنحط غرزتين. يبقى العدد عندي بتاع السطر اللي انا ارتفعت بيه بيبدأ من تاني غرزة بعد التزايد للسطر اللي انا واقفة فيه. يعني انا مثلا هنا هعد من تاني غرزة، انا حطيت غرزتين، هعد من تاني غرزة يم السطر اللي انا شغالة فيه. المفروض ان هما يكونوا من الغرزة دي اللي هي بتاعت التزايد رقم 2، الغرزة بتاعت التزايد رقم 2 ال 29 سطر اللي انا هشتغلهم. انا هنا عملت 29 لان انا هلف هنا وارجع اشتغل سطر كمان هيبقى عدد السطور 29. عملت التزايد زي ما اتفقنا. انا في هنا عندي 12 غرزة زي الجنب التاني، عملت منهم واحدة اللي هي بتاعت التزايد دي، وهعد كده 1 هعتبر ده 2 3. المفروض الاساسيين اللي في النص مع الغرزة التانية بتاعت التزايد يكونوا 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وادي رقم 12. وفي غرزة معاها في نفس المكان اللي هي غرزة التزايد، بقوا 14 غرزة. تمام كده. في 12 الاساسيين اللي هي فيهم واحده مع التزايد هنا وهنا، وبنزود 2 كمان اللي هي بتاعه التزايد، يبقى هنا بقوا 2 تزايد وفي هنا في النص 10، يبقوا دول كلهم 14 غرزه. فهمتوا ازاي؟ طيب بنلف كده. احنا خلاص هنا عملنا التزايد، بنرجع بقى نشتغل على السطر الحشو. هنا بقى اخر غرزه في رقم 29 هتكون مع اول غرزه من البدايه، وبكده انا قفلت شغلي مظبوط. ادي شكل القاعدة. عدد الغرز من التزايد للتزايد في الجنب الطويل هيكونوا 31 غرزة من الغرزة للغرزة، يعني الاتنين تزايد دول بعدهم والاتنين تزايد دول بعدهم، وهنا في النص
كلهم بيكونوا 31 غرزة، وفي الجنب التاني قصادها كذلك. طيب وفي العرض برضو باخد برضو نفس التزايد اللي انا عديته مع الطول، بعده من هنا للتزايد اللي هنا، برضو بيكونوا عدد الغرز 14 غرزة. للقاعدة انا هنا هقص الخيط عشان ابدأ. انا مش هشتغل حلزوني، في ناس بتحب تشتغل حلزوني، انا مش هشتغل حلزوني. انا خلصت القاعدة بفنش شغلي وببدأ اشتغل من جديد بخيط جديد. هبدأ بقى بعد ما خلصت القاعدة ابدأ ان انا ارتفع للطول اللي انا هعمله للشنطة. انا هعمل طول الشنطة 17 سنتي، بسيب في البداية من الخيط اللي انا شغالة بيه حوالي 2 متر كده. ال 2 متر دول هنحتاجهم في قفل السطر، ودلوقتي هنشوف ازاي. بعمل ايه؟ باجي هنا من النص، من عند العرض، من عند النص كده، وببدأ ان انا اسحب في الغرزة الخلفية. السطر ده بس هو الوحيد اللي بشتغله في الغرزة الخلفية، وبسحب غرزة حشو، وبسيب الخيط ده خالص ما بشتغلش بيه اللي هو ال2 متر ده. وببدأ ان انا بالخيط الاساسي اللي معايا اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو في الضلع الخلفي للغرزة لغاية ما اخلص دوران القاعدة كله. انا عندي عدد الغرز اللي في القاعدة دي هيكونوا 82 غرزة من البداية للنهاية. كده بشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو في الضلع الخلفي. السطر الاول بس اللي بعد القاعدة ده اللي بنشتغل فيه. بصوا بقى، انا وصلت هنا عند اخر غرزة، ودي القفلة اللي انا هعتمدها طول ارتفاع الشنطة. ال2 متر الخيط اللي انا سبتهم في البداية او المتر ونص دول اللي انا سبتهم، ببدأ في اخر غرزة بستخدمهم ازاي؟ دي عندي اخر غرزة اهي، دي كده، ودي غرزة الحشو الاولى. لو نلاحظ ان غرزة الحشو اللي احنا بدأنا بيها في البداية هنا ملهاش طرف سلسلة، اللي هو راس السلسلة اللي موجود هنا ده ملهاش. القفلة اللي احنا هنقفلها دي هي اللي هتعمل الراس بتاعت غرزة الحشو دي. بمعنى ان انا هدخل في اخر غرزة كده اسحب نص الغرزة او غرزة حشو زي كده. المفروض ان انا هقفل بالخيط، لا انا مش هقفل، انا هسيب الفتلة دي خالص وهسحب الفتلة اللي هي 2 متر دي، هقفل بيها كده، واحاول ان انا اقصر بالخيط اللي هو القديم ده او الخيط اللي انا شغاله بيه الكبير، واسحب الخيط خالص كده اللي هو المتر ونص او المترين ده، واسحب الخيط اخده اروح بيه. ادي الغرزه اللي انا واقفه عندها، هروح عند تاني غرزه ادخل من تحت منها كده من هنا، واسحب الخيط من قدام الفتله اللي هي المتر ونص دي لورا كده. هو ممكن عشان اللون بس ذهبي شويه فيكون مش باين قوي اهو. سحبت لورا كده نفس المكان اللي انا قفلت منه اللي هي الغرزة اللي قبل الاخيرة دي، بسحب الخيط لورا تاني كده، يعني بدخل من ورا لقدام، بكون راس السلسلة اللي هي فوق غرزة الحشو الاولى عشان يبقى الشغل كله ماشي مظبوط. غرز حشو وفوق كل غرزة الراس بتاعتها او الطرف السلسلة بتاعها. تمام كده، دي القفله اللي انا بعتمد على طول. وارجع اسيب المتر ونص ده لورا كده، وابدا ان انا اشتغل بالخيط اللي هو الطويل بتاعي او البكره الاساسيه. غرزه كده اهي، واقصر الخيط كده، اسحب اللي هو المتر ونص ده اسحبه، واخد غرزه حشو اهي. غرزه الحشو دي لما بروح كده اخد الغرزه اللي بعدها، انا هنا بقى هبدا ارتفع فوق كل غرزه غرزه حشو، بس مش في الضلع الخلفي، باقي الشنطه كله هيبقى تحت طرفين السلسله عادي اهي. بصوا بقى، تاني غرزة ظهر ليها راس سلسلة اللي هي القفلة دي الاولى دي ملهاش، فمع الخيط القصير ده هو ده اللي هيقفل السطر، هيخلي الغرز كلها متساوية، وقفلة السطر ما بتبانش بالطريقة دي، بيبقى القفلة نظيفة جدا والشنطة بتاعتي نظيفة جدا. لان الشنطة دي كمان مش هتتبطن، فانا مش عايزة القفلة لا تبان لا من بره ولا من جوه. بعد كده هسحب فوق كل غرزة تحت طرفين السلسلة غرزة حشو عادية، وارجع اقفل برضو بنفس القفل. ارجع هرتفع لطول الشنطة بطول 17 سنتي كده. انا ارتفعت بالطول المناسب للشنطة، انا كده ارتفعت 17 سنتي. بعد كده هقفل اخر سطر معايا باخر غرزة زي ما اتفقنا ان انا بسحب الخيط اللي هو القصير بقفل بيه، وبعد كده بسحب الخيط كله واخرج من الغرزة تاني واحدة دي، وارجع تاني اللي قبلها واسحب الخيط لورا كده. خلاص كده انا شطبت خيوطي، وبصوا من جوه هتلاقوها نظيفة. اهم حاجة تنظيف الخيوط. انا هنا مش هبطن لانها هتستخدم كشنطة للبحر،
او للمصيف كده. فانتوا لو حابين تستخدموها كشنطة عادية يعني مع تغيير الالوان او حسب اللون اللي تحبوه هتبطنوها عادي، وممكن كمان تحطوا لها سلسلة. طيب انا كده هبدأ ان انا اركب الفريم. لو قسنا مقاس الشنطة هنلاقي ان العرض عندي 15 سنتي زي ما انا عايزة العرض للشنطة. وسطن الفريم في النص كده عشان ابدأ اركبه. هوسطنه ازاي؟ انا عندي هنا في الجنب ده القصير والجنب ده هاخد 16 غرزه من هنا. انا هعمل ده اللي انا عملته في الشنطه دي. لو انتوا مش عايزين تعدوا غرز وتعملوها بالنظر كده انتوا حرين. هاخد هنا 16 غرزه وهنا 16 غرزه، اوسطن ال 16 غرزه واربط من الجناب من هنا، وهسيب من هنا 25 ومن هنا 25 والجنب اللي قصادها 25 و25. وهجيب فتله خيط وابدا اربط الزوايا بتاعتي، يعني هعد الغرز من النص من هنا وابدا اخد الزاويه دي اربطها هنا والزاويه دي اربطها هنا، ومن النص من عند المسك ده هربط، يعني هقرب لنفسي كده وهربط المسك هنا في النص. تمام. كمان في طريقه تانية، في ناس بتعمل الشنطه كده تمام، بتوسطنها كده. وليكن مثلا انا عندي دي غرزه النص من هنا ودي غرزه النص من هنا، زي ما قلت لكم ان انا هسيب 16 غرزة من الجنب القصير، ومن الجنب الطويل هسيب 25 غرزة. عدد الغرز كلهم 82. فانا هعد هنا 2 4 6 8 وهحط علامة فتلة خيط مثلا، والغرزة اللي انا واقفة عندها 2 4 6 8 2 4 6 8 وهحط علامة برضو. يبقى كده عندي 16 غرزة. في الجنب التاني كذلك هعد 2 4 6 8 وهعد 2 4 6 8 2 4 6 8. اهم حاجه نوسطن الغرز كويس. لو عدينا الباقيين هيكونوا 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 في غرزه 25. لو لقيناها تايه هنا مثلا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 هنا 26 غرزه. فانا هزحزح ده ورا شويه كده، هشوف الاول في غرزه هتتزحزح يعني شويه، بس هفتح الشنطه كده اظبطها الاول واشوف الغرزة هتحتاج انها تتزحزح من انهي جنب. تمام. ده اللي انا بعمله يعني. هنا عندي 24 وهنا 26، ففي غرزة هنا المفروض تبقى هنا في الجنب ده. يبقى الغرزة هتتزحزح من هنا اهو، لان الجنب ده بصوا فيه هنا غرزة اهي، هشيلها من هنا. موضوع ان انت توسطني ده احسن كمان. 2 4 6 8 10 12 14 ادي 16 كده. شكل اللي بقوا قصاد بعض هنا بقوا قصاد بعض وهنا خلاص زي ما اتفقنا. وسطنا الفريم وظبطنا المقاس بتاعنا. نقفل الشنطه زي ما قفلنا هيكون اظبط شويه، بس اهم حاجه ان احنا نعد الغرز ونخلي الغرز تبقى متوسطنه في النص، ما يبقاش الجنب ده مش زي الجنب ده. تمام. وان شاء الله تطلع معاكم مظبوطه. طيب انا لضمت الخيط على 3 فتلات في ابره التنظيف، وهبدا كده هاخد من عند المسك من هنا من تحت، هدخل في طرف غرزه من هنا كده، هقرب لنفسي المسافه وادخل كده بالخيط. بسم الله الرحمن الرحيم. واسحب واحده واحده لان انا مطوله الخيط، ممكن يعاكس معايا شويه، بس هنسحب واحده واحده كده ونسمي كده بسم الله. هربط الفتله اللي هي دي كده، وبعد كده في النهايه ابقى اخد وانا ماشيه اخد الخيط ده معايا كده. طيب هعمل ايه؟ هدخل من تحت دي كده في طرف السلسله كده، اخرج منها واسحب الخيط. وابدا اخد ال3 فتلات ارصهم جنب بعض كده،
وابدا اسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم، واخد من جنب المسك على طول الفتلات جنب بعض مش فوق بعض، جنب بعض ماشي، واسحب الخيط على اخره واظبط الفتلات تبقى جنب بعض. اسحب فتله فتله كده في النهايه يعني، وانا كده لما اجي هنا اجي جايه كده واقرب الخيط لبعضه واجي سحبه الفتلات كده واشوف انهي فتله اللي هي رقم 1 هتشد معايا، دي رقم 2. انا بعمل الحركه دي بس عشان اظبط شدة الخيط تمام كده، واجي رصهم جنب بعض تاني واجي راجعه جنبها على طول، يبقوا جنب بعض مش فوق بعض، واسحب من تحت واخرج من غرزة السلسلة اللي هي بتاعت اخر سطر، من تحت الفريم لغرزة السلسلة. انا باخد خيط البداية اهو معايا اللي انا ربطته ده في الاول، واسحب كده واشد الخيط شد واجي جايه جايباهم جنب بعض، وبعتمد بقى الطريقة دي كلها في لف الفريم كله. باخد الفتلات اسحبها كده بس، بصوا لما اسحب كده هعرف انهي فتله اللي هي رقم 1 وانهي فتله رقم 2، بس انا بعمل كده عشان يجوا جنب بعض ويبقوا مرصوصين ما يبقوش فوق بعض. وبعدين اجي جايه هنا تاني عشان هما برضو 3 فتلات، اجي جايه هنا تاني جنبها واجي داخله في الغرزه اللي جنبها من تحت واجي سحبه الخيط بالشكل ده كده، وهمشي على دوران الفريم كله قصاد كل غرزه بدخل من تحت كده واجي سحبه في غرزة السلسلة من تحت الفريم واسحب بس، وانا ماشية اجي عاملة الخيط كده بايدي ازنقه جنب بعضه كده عشان الغرز ما تبقاش اكتر من الفريم، يعني فتلات اللي هي 2 اللي هي 25 من الجنب ده كده ما تبقاش اكتر من الفريم، ما تجيبش مقاس الفريم، فبسحب كده عشان يبقوا كمان مزنوقين والفريم ما فيهوش فراغات. وهمشي بقى بالشكل ده كده، اخرج من ادخل من تحت واخرج من كل غرزه لغايه ما املى الفريم كله لغايه قبل المسك من هنا، ولما اجي عند المسك من هنا هتخطى المسك وهاخد برضو الغرزه رقم 8 اللي انا معلماها من هنا، هاخدها برضو مع الفريم واتخطى الجنب التاني والف برضو كده. انا عايزه اوريكم انا وصلت لايه، انا كده شغاله وانا قاعده قدامي كده متحكمه فيها اكتر، وبشد الغرزه على قد ما اقدر جنب بعض عشان الغرز تبقى ما تبقاش الفريم مفرغ باين يعني، وفي نفس الوقت يبقى كل غرزة قصادها كده ايه الفتلات بتاعتها من الجنب التاني برضو يبقى في الشكل مظبوط. بنحاول نوسع شوية الغرز بعيد عن المسمار عشان المسمار ده يقفل. وبصوا القفلة، بصوا انا ربطت الخيط من جوه في الفتله الاساسيه بتاعت الشنطه، يعني خدت كده طرف من الشنطه قعدت اربط عقد كده وهاخد الخيط ده معايا تحت كده وانا شغاله ماشي. طيب هجيب الخيط وابره كبيره شويه، هجيب ابره رقم 5 او 5.5 المتوفره يعني، عندي الاتنين بس انا هستخدم ابره رقم 5 عشان الغرزه تكون مظبوطه شويه. وهبدأ اخد غرزة منزلقة. هعمل ايه؟ هاجي هنا في جنب الشنطة كده تحت كل غرزة هبدأ اسحب فتلة خيط من جوه الشنطة واسمي كده بسم الله، واخد الفتلة دي وشوية الفتلات اللي جوه اللي احنا نهينا بيهم معايا، وابدأ ادخل في الغرزة اللي جنبها واخد الخيط تحت كده واخد غرزة منزلقة اخرج بيها، ادخل في كل غرزة واسحب، مرة اطلع الخيط تحت الفتلة اللي جوه ومرة ادخله تحت عشان يدخل معايا تحت الشغل، واسحب واخرج من الغرزة اللي معايا على الابرة. انا بس الكادر بتاع التصوير مش متحكمة فيه فمش قادرة ان انا اظبط بس التصوير يعني. اهو بلف كده غرزة منزلقة دوران لغاية اخر غرزة. بصوا خلصت الشنطة دوران بغرزة المنزلقة تحت الحشو اللي احنا عملناه ده او الغرزة اللي احنا عملناها بإبرة التنظيف دي. هبدأ اعمل العين، هبدأ الاول باللون الاسود دايرة سحرية إبرة رقم 4 وهدخل جوه الدايرة دي اعمل 3 غرز حشو، 1 2 3. في نفس الدايرة هرتفع 2 غرزة سلسلة، وبعدين هلف تاني في نفس الدايرة واشتغل
3 غرز حشو، 1 2 3، وبعدين ارتفع 2 سلسلة واقفل الدايرة، وبعدين اسحب الخيط واقفله واغير اللون الاسود ده. هاخد الاول غرزة منزلقة كده، وبعدين اقص الخيط الاسود. كبرت الابرة خليتها 4.5 عشان ما تبقاش مشدودة معايا، وهبدأ بالخيط. هحط الخيط تاني سطر اللبني، وهشتغل فوق فراغ ال2 سلسلة. هبدأ اسحب الخيط واعمل غرزة حشو. شغلي كله هيبقى على ال2 سلسلة اللي برتفعهم في الجنب ده وفي الجنب ده، وبرتفع معاها 2 سلسلة، وفي نفس المكان برجع تاني بعمل 2 حشو. يبقى فوق السلاسل 2 حشو، 2 سلسلة، 2 حشو. هاجي هنا عند الغرز بتاعة الحشو اللي هما ال3 هخليهم 6، يعني هشتغل فوق كل غرزة غرزة تزايد 1 2، وفوق ارتفاع ال2 سلاسل بشتغل صدفة مكونة من 2 حشو، 2 سلسلة، 2 حشو، وارجع الف الشغل واشتغل برضو هنا على ال3 حشو اللي هنا، بشتغل فوقيهم 6 حشو. فوق كل غرزة هتكون في غرزة تزايد. هاجي برضو باللون الابيض اسحب الفتلة من عند ال2 حشو، وابدأ بغرزة حشو ومعاها كمان حشو. اشتغل 2 سلسلة، وهاجي هنا فوق كل غرزة اشتغلتها هشتغل برضو غرزة حشو. يبقى شغلي كله فوق الفراغات بتاعت السلاسل بس، والباقي بيبقى غرز حشو. واخده خيط البداية معايا تحت الشغل كده. السلسلة بشتغل فوقيه صدفة مكونة من 2 حشو، 2 سلسلة، 2 حشو. ما بشدش ايدي وانا شغالة برضو، او ممكن اكبر الابرة. وبعدين بدخل فوق كل غرزة، منساش اي غرز، بشتغل فوقيهم غرز حشو. وبجيب اخر سطر، ده هيكون عندي اخر سطر برضو بشتغل بنفس الطريقة. 2 حشو، 2 سلسلة، 2 حشو في نفس المكان، 1 2، وبرجع فوق كل غرزة بشتغل برضو غرزة حشو. مننساش دايما اول غرزة هنا. هي العين تنفع باي نوع خيط متوفر عندكم، وتنفع برضو تكون اصغر من كده لو هتعملوها بخيط قطن مثلا، كوتون جولد او ديفا او اي نوع خيط. بس طبعا هاتوا سمك خيط يكون ماشي مع الخيط الاخير، عشان لو عملتوها بخيط من الاصواف او الاقطان اللي هي الفتلة الرفيعة هتقوس معاكم، مش هتطلع مظبوطة عشان السمك مختلف طبعا. انما كده المكرمية قريبة من السلسلة، فعشان كده طالعة ان شاء الله مظبوطة. جيت في فوق الارتفاع 2 سلسلة عملت 2 حشو، 2 سلسلة، 2 حشو، وبرجع اكمل السطر. خلصتها بقت معايا بالشكل ده. معايا خيط الصيادة اللي قلتلكوا عليه كده، وابدأ اثبتها خياطة من جوه، يعني احطها في مكانها كده، وابدأ من جوه بالابرة واسمي كده بسم الله وخيط. ده كده شكل الشنطة اهي. اتمنى تكون عجبتكم، يعني شكلها حلو جدا على الطبيعة. في بتدخلوا ده كده بصباعكم كده شوية من هنا ومن هنا كده جوه، بتسووهم قصاد بعض، بعد كده بتقفلوا. بيكون هنا ده بره كده تمام. طب تعالى نعمل التاني اهو كده، حاجة بسيطة كده، وهنا برضو، وبعدين بتسموا الله كده وبتقفلوا كده. طبعا زي ما اتفقنا ان الفريم بيبقى فيه فتحة بسيطة كده، بس هتظبطوا الخيط بايديكم كده واحدة واحدة، هيبدأ الفريم يقفل معاكم. بيقل مع ضبطة الخيط، بيقل الفراغ اللي هو ظاهر هنا ده.